تعمل ايه لو انت مسافر بره مصر ومش عارف تدبر عمله ازاي؟ طب ينفع استفيد وقت شح العمله ده؟ ينفع، وهقول لك ازاي. انا محمد البسيوني وده اقتصاد منزلي. تابعوني على كل المنصات ولا تنسوا اللايك والشير والفولو. اول حاجه دايما بنصح بيها يكون عندك اكتر من حساب في اكتر من بنك، ومنهم يكون بنك خاص. هتقول لي ليه بقى؟ علشان وانت مسافر تاخد فلوس او تشتري عمله من كل البنوك اللي ليك فيها حسابات. ويا سلام بقى لو معاك فيزة مشتريات. طب هنوفر العمله ازاي؟ نركز بقى شويه. اول حاجه العمله في السفر ليها 3 طرق، وانا بقول لك اعملهم التلاتة. اول حاجه فيهم لو انت معاك فيزا على الباسبور وخلاص حجزت تذكره الطيران، ممكن تروح اي فرع تشتري العمله اللي انت عايز تشتريها. هنا بقى بيتحدد على حاجتين. اول حاجه منهم بقى نوع حسابك انت في البنك، اذا كان بقى حساب عادي، حساب مميز شويه، حساب بقى ساعات اللي بيسموه ولف او بيسموه بريمير او بيسموه صفوه، اي حاجه بيسموها في البنوك الحسابات الكبيره دي، عشان كل نوع منهم ليه الفلوس بتاعته. تاني حاجه بقى البنك نفسه عنده سيوله ولا لا، عشان في بنوك اخرها دلوقتي تديك 100 او 200 دولار على التذكره وانت مسافر، وفي بنوك تانية ممكن تديك 500 وممكن تديك 1000 كمان. طب الكلام ده هيحتاج ايه؟ اول حاجه باسبورك طبعا، ويكون عليه الفيزا وتذكره الطيران. طب افرض انت مسافر دوله ملهاش فيزا، ساعتها البنك محتاج يشوف التذكره بتاعتك انت كونفيرمد ومدفوعه. بس افتكر كويس نكلم الكول سنتر قبل ما نروح البنك علشان تعرف انت من حقك تشتري العمله على التذكره بتاعتك قبل ميعاد سفرك بقد ايه. ولو انت جيت تاخد فلوس وخدت الفلوس خلاص والسفريه اتلغت او ما سافرتش، ممكن لو رحت بعدها تاني يقول لي انت مالكش فلوس لانك خدت الفلوس وما سافرتش. طب خلاص خدنا الفلوس من على الشباك وسافرنا خلاص، ليك برضو تسحب من حسابك المصري بره مصر بعمله البلد اللي انت فيها. هنا برضو بيتحسب على حاجتين. اول حاجه نوع حسابك انت لو كانت من الانواع اللي انا لسه قايلها من شويه. تاني حاجه برضو السيوله النقديه من العمله في البنك. وفي بنوك شحيحه اخرها 100 دولار، وفي بنوك ايديها فرطه كده زي اتش اس بي سي بيديك 1500 دولار. كل اللي انا بقوله ده الحد بتاعه شهر، يعني انت ممكن في كذا شهر لو انت مسافر كذا شهر تعمل الحركه دي. ولو معاك كروت البنك اذا كانت ديبت او كريدت، او اذا كان اللي هي بيسموها بطاقه الخصم المباشر او فيزة المشتريات، ينفع تشتري بيها. بس ناخد بالنا ما نحاسبش بيها على طول او نسال قبل ما نحاسب، علشان مش كل الدول بتتعامل بالكريدت كارد او الدنيا سلسه كده في التعامل. عندك مثلا بلد زي لبنان مش كل الناس بتستخدم فيزة المشتريات هناك، وعلشان كده لما بتيجي تحاسب بيحاسبك بسعر البنك مش بسعر السوق السوداء في لبنان. والفرق بين سعر البنك في لبنان والسوق السوداء في لبنان برضو مش طبيعي. فنتاكد من البلد اللي رايحينها. ما ننساش بس حاجتين مهمين. اول حاجه فيهم نكلم الكول سنتر علشان لو محتاجين نفعل الكروت بتاعتنا بره مصر يبقى نعمل كده. تاني حاجه بقى اي عموله شراء او سحب بالكروت بتاعتنا من بره دلوقتي 10% فوق سعر البنك. ده بقى انا بقول لك كتير شويه، فخلي معلش الكلام ده للطوارئ. بس انا عايز اقول حاجه برضو للناس كلها اللي بتتفرج. محدش يشد لي مسطره على البنك بتاعه ويقول لي اصل في البنك بتاعي بيختم لي على الباسبور، او البنك بتاعي معرفش بيعمل مش عارف ايه. البنوك ملهاش علاقه بالكلام ده كله. ممكن تكون بنوك الحكومه كده، بس البنوك الخاصه مش كده. عشان كده بقول لك دايما خلي عندك حساب على الاقل في بنك خاص. نرجع لفيزة المشتريات. فيزة المشتريات بقى وانت مسافر ممكن تدخلك حاجه اسمها الفي اي بي لاونج في المطار، او حاجه زي استراحه كبار الزوار كده ببلاش لو الكارت ماستر كارد، وبعض انواع معينه منه كمان. هنعرف منين؟ هننزل تطبيق اسمه لاونج كي، هنعرف الكارت بتاعنا ده هيدخلنا الفي اي بي لاونج او استراحه كبار الزوار في المطار ده ولا لا. قبل ما تسافروا بقى اشتركوا في قناه اليوتيوب كده وفعلوا زر الجرس، وتروحوا وتيجوا بألف سلامه.